لايكرز. حبايبي شلونكم؟ شوفوا، عشان اختصر، مريت في موقف في شخص معرفة، تمام؟ كان عنده مشكلة ما كان قايل لي اياها، وبعدها عرفتها. عنده مشكلة الخوف، يخاف من الإقبال على أي شيء، يعني يخاف إنه يدخل علاقة، يخاف إنه يدخل بزنس، شغل، أي شيء. دائما راسه يقول إن أنت راح تفشل، إن أنت راح يخلونك، إن أنت راح تظل وحيد، إن أنت، يعني الأفكار، الخوف 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 الخوف. يخاف من الموت، كان يخاف في مخاوف عالجتها له، الحمد لله صار كويس، وفي مخاوف ما كان قايلها لي. فوانا اجهز له للمخاوف الجديده، الحمد لله الاولى تعالجت زين. قلت انا ليش مو اسويها لله، وهذه الدراسه اللي انا جهزتها له اني انا اعطيها لكم. فالفيديوهات اللي جايه حبايب قلبي شيروها لله، لوجه الله راح اسويها. هي باكج، تمام، لاي شخص عنده مشاكل خوف، يخاف من انه يسوي اي شيء، او اي شخص عنده ما في همه، يعني يحس انه هو جواه طاقه يبي يسوي كل شيء. ممكن بنت، ممكن شاب، ممكن يفكر يقول انا باكر بسوي كذي، او انا بسوي بس يوم يبي يجي يطبق ما يقدر يطبق، عنده مشكله في التطبيق، ما في الهمه، ما في الطاقه. اي انسان فيكم عنده مشكلة الهمة، الطاقة، انه ما يقدر يطبق، عنده يحس بتعب، بخمول، او يحس بخوف، او يحس في ألم في الكلى، او حد، لان دائما الناس اللي عندها مشاكل في الكلى عندهم خوف. وردوا علي وقولوا لي، تمام، خلينا ننزل ردودكم. اي حد عنده مشاكل في الكلى عنده خوف طبيعي. فاي حد عنده العكس، يعني اي حد عنده مشاكل كلى عنده خوف، واي حد عنده خوف راح يصير له مشاكل كلى. فأنا لله سبحانه وتعالى هذا الفيديو انرسلوه، انشروه في كل مكان لإنسان، أي إنسان محتاجه لوجه الله تعالى. راح أنزل، صح فيديوهات راح تكون طويلة، بس راح يكون فيها شرح شلون، شنو الرابط بين الكلى وتنظيف الكلى وطاقات الكلى، وبين خوفك، تخاف من الفلس، انك تأفلس، تخاف انك تنفقر، تخاف انك تموت، تخاف انك يخلونك بروحك، تخاف تسوق سيارتك، تخاف من المرتفعات، تخاف من الاسانسير، تخاف من الطيارة، تخاف من انه يرفضونك في وظيفتك، تخاف انك تخاف او انك انت ما عندك طاقة تحرك جسم، يعني افكارك مرة واو مشعللة، بس جسمك مو ماشي معاك، يعني افكارك فراري وجسمك رينو سيارة، تمام. بنات شباب، موضوع اليوم يمكن من أهم مواضيع حياتكم. أبيكم تشاركون هذا الفيديو على أساس بعد شوي لما أسوي السنابات يكون الكل حاضر. أبي أبين لكم الرابط بين أنك تخاف، أو بين ما عندك همة تسوي شيء، ما عندك طاقة تسوي شيء، مخك في واجد طموح وواجد حركة وواجد أفكار، بس وقت التطبيق ما تقدر أو ما تقدرين، أو عندك خوف زي ما قلنا من المرتفعات، عندك خوف من الطيارات، عندك خوف من الماء، من السباحة بالذات، عندك خوف من البحر، عندك تحلمون دائما ان انتم تطيحون من مكان عالي، او تحلمون انكم تغرقون، او تحلمون كل المخاوف. اي شيء اسمه خوف، واي شيء اسمه انا ما عندي طاقة. اوري لكم شنو الرابط بين الكلى وبين هذه التصرفات. فراح اقدم لكم سنابات تشرح، وفي نفس الوقت شنو هو العلاج، حتى للي عنده عقم، حتى للي عنده تأخير انجاب، حتى للي عنده ضعف حيوانات منوية، حتى للمرأة اللي عندها مشاكل في الولادة، في الحمل، تمام. كله مرتبط بالكلى وطاقة الكلى. وما هي الكلى؟ وما أدراكم ما الكلى. أنا جت ببالي الفكرة، قلت أنا دامني جهزت الموضوع علشان أعالج فيه شخص، تمام، ليش ما أعطيه لكل الناس؟ ليش مو أعتبره يعني لله سبحانه وتعالى شيء لوجه الله، إن كل الناس، واللي مستفيد إن شاء الله منكم، اللي راح يطبق وراح يستفيد، ترسلوا لي فيديوهات أو صوت أو أي شيء على الواتساب
الرقم اللي موجود على السناب اللي مع انه مال الشغل تمام، بس هم خلي المكتب يرسلوا لي اياهم. كيف صار معاكم التحسن والتطور؟ اي يا حمارة، ايوه انت، اي نبيكم تسابقون يطلي، ان سبقت مطلي، ان سبقت تطلي انت. لكم يا وما سبقت انا باخذ جوالك. يلا ابدوا 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 عشينا يا شفتوا قلت لكم اللي عنده مشكلة في الكلى يخاف، واللي عنده خوف تصير له مشكلة في الكلى. يعني لما ولدها تعرض الخوف وهي ما تدري، التعرض حقه للخوف هو وصل انه يصير عنده مشكلة في الكلى. فهمتوا الحين الرابط بين الخوف والكلى؟ لو عندك اي انواع مخاوف سببها الكلى، والله ثم والله ثم والله ثم والله. اي نوع مخاوف المخ وش يفسر لك؟ تخاف من اي شيء، تخاف تاخذ قرار، تخاف من الفقر، تخاف من امك، تخاف من ابوك، تخاف من الشارع، تخاف من الظلام، تخاف تتزوج، تخاف تحب، تخاف ترتبط، تخاف تطلقين. الخوف الخوف الخوف، كل الخوف، الخوف من الموت، الخوف من السيارة، الخوف من كله وراه الكلى. يا الكلى مريضة وصار الخوف، يا صار الخوف ومرضت الكلى. خلوكم معاي اليوم بإذن الله، هذا الموضوع نبي نحله. يا عمري ألف سلامة عليك، الله يجعلها إن شاء الله هذه آخر أيام معاناتك. أي حد فيكم يحس كمان إنه هو عنده تعرق في يدينه، عنده رجفة ويا الخوف، غير إنه يخاف عنده هذه اللي كذا اللي رجفة كامل في الجسم أو تعرق في اليدين، كمان مشاكل كلى. في ناس ممكن تعمل فحوصات ويطلع لنا الكلى لا، يقول لك ما فيها شيء. ليه؟ لأن هي مسار طاقي متسكر. احنا نجرب العلاج وما في شيء بتخسرونه وكل شيء طبيعي. تمام؟ تابعوا اللايفات اللي جاية وراح أقول لكم بإذن الله. أنت من الناس سعود أو سعود، أبيك ترسل لي بعد العلاج شلون راح تتحسن، أرجوك. أنت من الناس. الكلى يعني خوف، والخوف يعني كلى. حتى اللي عنده مشاكل ألم في أسفل الظهر يعني الكلى. بغض النظر عن كل اللي قلناه وكل اللي طرحناه، أبي أدخل لكم في العلاج. جهزوا ورقة وقلم، والفيديوهات اللي جاية صدقة جارية لله، انشروها للناس اللي يحتاجون، شاركوها واتساب، شاركوها، ارسلوا يعني لينك السناب للناس اللي محتاجينها. حتى اللي قاعد يسوي غسيل كلى، حتى لأن احنا اللي راح نقدمه كله عبارة عن أشياء طبيعية، لا في كيميكال ولا في حاجة فما تضر. تمام؟ خلونا نبتدي أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف حاجة، لأنه تعرفون أنا لما أقدم لكم كورس يعتبر اللي جالسة أقدمه هو عبارة عن كورس مجاني. تمام؟ أول شيء حطوا النية بنات أو شباب، انووا، قولوا أنا أنوي إني آخذ الفايدة من هذا الكورس، سواء اللي تقوله شمس أو اللي يقوله غيرها. دايما خذوا نية الفايدة عشان الله سبحانه وتعالى ينولكم الفايدة. ثانيا خلونا نفهم، قبل أنا أول ما دخلت درست كنت، أو حتى قبل الدراسة كنت دايما معتقدة أن أسباب الأمراض كاملة هي فقط جسد، يعني هي فقط أن جسمك تعرض لهذا الشيء إذا أنت راح تمرض في العضو الفلاني أو في المكان الفلاني في جسمك. ما كان عندي قناعة بالحالة النفسية، ولا كان عندي قناعة بالمشاعر، أنه اللي أنت تحس فيه وهو سبب مرضك، كلش ما عندي قناعة فيه. يمكن لحد سنة، والله حتى أقل السنة، وربي أقل السنة. تخيلوا لي من كم أدرس عن الجسد، وأدرس عن التشافي، وأدرس عن العلاج، وأدرس وأقرأ، ودخلت فلسفات عميقة جدا في الموضوع. لم أكن مقتنعة إلا فقط أن سبب أمراض الإنسان فقط جسده. تصرفت غلط تجاه جسدك، بالتالي حصلت النتيجة. هذا كان مع أني كنت أخذ كورسات عند كبار الدكاترة. أقسم بالله العظيم أنا فلوسي راحت على الكورسات، لأن في ناس كورساتها صعبة، يعني أجلس لها بالأربعة و5 و3 شهور، أسافر بلد وأجلس ومو بس إني أدفع حق الكورس، لا، سكني وروحتي وسيارتي
زياراتي ورداتي وطياراتي، وانا عندي يعني حياتي مكلفه، ماني مثل الناس العاديين، يعني ما اعرف اعيش طبيعي، لازم 7 ستارز وكذا، يعني ما كثير بسيطه في هالامور. فحتى لما كنت اخذ الكورس اقول لا، ماني مقتنعه، يعني شنو معناها انه والله الانسان انه لو حس بهذا الشعور يجي هذا المرض؟ لا، اكلك وشربك وفيتاميناتك ومعادنك والاشياء اللي تدخل جسدك هي مسؤوله عن مرضك. مو مقتنعه، مليون كورس اخذته مو راضيه اقتنع. يلين صار معاي شيء انا شخصيا. تذكرون لما كنت في المانيا قام بروفيسور هانينغ الله يمسيه بالخير قال لي شمس، الحين انت عندك مشكله 20 years مو قادره تحلينها، جربي حل واحد بس، وهو بروفيسور، هو ثالث او رابع او ثالث اهم بروفيسور علاج بعيد الشر عنكم سرطان في العالم، يعني رابع او ثالث اهم بروفيسور متخصص انه يشافي حالات سرطان في العالم، تمام؟ يعني واحد خبره ومار عليه بالعشرات الالاف من الحالات. فأنا كان عندي مشكلة معدتي لو تذكرون، إن 20 سنة ما لها، مع كل اللي تعلمته وسويته هي راضية تنحل، هي راضية تنحل. أنا أكلي صحي، حياتي صحية، لبسي صحي، أنا حتى الماء اللي أتحمم فيه وصلت مرحلة إني أتحمم مي معدنية، لهالدرجة كنت 20 سنة أحمي فيها الجسد وأغذي فيها الجسد وأسوي فيها الجسد. يعني آدمين مية براضية تروح الشغلة، موضوع معدتي مو راضي يروح. يلين قال لي راقبي شعورك، راقبي هو الألم متى يجي، متى يجي الألم، متى تحسين إن الألم جاء. أنا عارفة المعلومة، يعني أنا لي سنين أدرسها وأهرب منها، ماني معترفة فيها. إيش قلت خلينا أجرب، يلا أنا ماني معترفة بدا الشيء بس خل أجرب، حق لا إله إلا الله. من يومها أي شيء أمر فيه immediately صار بيني وبين جسدي صلة علاقة. نعم الاهتمام من الناحية الجسدية، أكلك وشربك ومعادنك وفيتاميناتك وأشيائك وتاكل عضوي مطلوب جدا، لكن المشاعر الإحساس شنو تحس فيه من مشاعر. صرت أراقب نفسي لما هذا الشيء مثلا أخاف منه، وين ألمي أو وين الإسراع. فصرت لما يجيني مثلا خوف، مثلا لا والله ما ابي اروح، مثلا اكزامبل يعني ما بروح هذه الحفله، اخاف ان المتعهد مو قاعد يضبط الاعلانات زين، اخاف يعني الحاجات اللي برا المنطق، خوفات برا المنطق، خوف برا المنطق. الاحظ يومها انه يصير عندي بعدين بعد ما فكرت هذه الافكار ونسيت انا الم في ظهري، اسفل ظهري او فوق منطقه الكلى، أو يصير عندي مثلا حرقة أو شيء. اليوم اللي مثلا أحزن فيه، مثلا حزنت مثلا من سبب، الحين أنا مثلا عندي شوي الرئة تعبانة لي فترة، عندي حالة حزن داخلية، أحس ما أقدر أتنفس لما أحزن. صرت أراقب إذا حزنت، لأن لازم تفرق بين شعور إنك حزين أو إنك خايف أو إنك غضبان. احذروا خوف، حزن. الغضب والخوف والحزن، الخوف مسؤول عن الكلى، الغضب مسؤول عن الكبد، والحزن الرئة. فأي حد فيكم عنده حزن، شو يعني الحزن؟ إن أنا حزنت إني أنا فقدت شخص، هذا حزن. لكن أنا خايف من كذا، أو عندي وسواس قهري، أخاف أمرض، أخاف أموت، أخاف على عيالي، أخاف على نفسي، أخاف من جهنم، أخاف من ما أعرف وش، أخاف من مخاوف غير. لازم تفرقون مشاعركم عشان تنتبهون بنات وشباب مرة ثانية، بليز انتبهوا. وممكن العرض يطلع نفس اليوم، ممكن ثاني يوم. الخوف والحزن والغضب، الغضب الكبد، يعني الصوب اللي عندك هني على اليمين يصير عندك في ألم، أو بشرتك، أي شيء يطلع في البشرة في الجسم في الجلد كامل هو الكبد، يعني يعطيك إشارات أن أنت عندك غضب. الحزن الكبد يعطي إشارات، وين يقول لك أنا تعبان؟ الكبد، يا عينك بياض العين أصفر معناه كبدك هلكان، إذا بياض عينك أصفر يعني الكبد هلكان.
إذا بشرتك صفرة يعني كبدك هلكان، يعني أنت بحالة غضب، ومو ضروري أنت هذا الغضب معبر عنه، لا، ممكن غضب داخلي أنت ما تقوله. وخاصة الكبد يضرب الرجال أكثر من النساء، لأن دائما الذكور أو الرجال غضبهم داخلي، ما يسولفون وحليلهم. زين، الكبد عينك بياضها أصفر، بشرتك صفرة، وجسمك فيه ألوان أو حبوب أو شغلات زي كذا على البشرة. هذه علامات أن أنت تعاني من غضب. الخوف في الرئة، صدرك ما تقدر تتنفس، كحة، ضيق تنفس، تحس خنوق، تحس ان انت موضوع اداء صوتك الرئة مكتوم، او انك انت تحس ان لما تتكلم ما تقدر تخلص كلمتك، جملتك لازم تاخذ نفس من بين كلمة والثانية. ليش؟ لأن ما عندك كذا، ما عندك طاقة النفس في الكلام. هذه معناها الرئة. الرئة وش فيها؟ سببها انك انت مريت بحالة حزن مو راضي توقف عنها. تمام؟ نجي لموضوع اليوم، الكلى. الكلى هي مرتبطة بحالة الخوف. في ناس أغلب شيء لو تلاحظون الأطفال اللي يتبولون على أنفسهم في الليل وهم صغار، ليش؟ لأنه يكون تعرض لحالة خوف، يا حد خوفه، يا هو شاف شيء وخاف منه، يا سولفوا سالفة قدامه وخاف منها. في شيء اللي خوف هذا البيبي اللي خلاه أن الكلى عنده يقولون يعني تفقد الكنترول. كل شيء اسمه خوف. ركزوا معي شباب وبنات، بعلمكم هذا الكورس. هو الكلى. الكلى من أعراضها لما أنا أمر بخوف، أغلب الناس تلاقون في سواد تحت عيونهم. تمام؟ اللي عندهم مشاكل. الكلى تشمل المثانة بنات، وتشمل الرحم، وتشمل الجهاز التناسلي، يعني كل المنطقة اللي تحت اللي بعلم الشاكرات تتسمى، ممكن تسمى شاكرة العجز، الجنس، شاكرة الجذر، هم يقسمونها يعني عندهم مسميات. تمام؟ وبالمقامات تسمى المقامات السفلى في الإسلام. بالطب البديل مسؤولة كلى، مثانة، والأعضاء التناسلية لجسد الإنسان. تمام؟ هذه المسميات. من الناس اللي تبي تعرف إنه هو عنده مشاكل في الكلى، راح تلاقي إنه هنا أنا ليش الشخص أول ما أشوف وجهه أعرف وش في أمراض، أعلمكم شلون الحين. نزلت لكم الآن صورة، هذه يسمونه بالفيس أناليسز بالمدارس أو بالجامعات اللي ندرس فيها، اللي هي حقة الطب الالترناتيف أو الأيجين ميديسن. إن الشخص اللي عنده هنا انتفاخات تحت العين، هذه المنطقة، أو سواد، هذا عنده مشكلة في الكلى. وعلى المستوى النفسي هذا الشخص عنده خوف، لأن يا الكلى جابت له خوف يا الخوف جاب له كلى، زي ما اتفقنا. تمام؟ تبي تعرف انت كمان من هذه الاشارتين. حاجة ثانية كمان، التعرق، اللي ايدينا تتعرق. ليش؟ لان الكلى مصفاة تصفي، فلما يكون في عطل ولما يكون في بلوك في الكلى ما تقدر انها تصفي، تصير اليدين تتعرق من اماكن غير اللي المفروض يطلع منها بقايا الانسان يعني. تمام؟ بلس لما الواحد تطلع له دمامل، إذا الشخص تطلع له دمامل، بعيد الشر، تحت إبطة، إذا تطلع له دمامل في جسمه، هذه كمان إنه عنده ضعف في الكلى وعنده خوف. تمام؟ إيش كمان من أعراض الكلى؟ لمفتك، الغدد اللمفاوية سوء تصريف. هي شنو الدمامل اللي تطلع في جسم الإنسان؟ جسمك مو راضي يصرف سمومك عن طريق الحمام أو عن طريق التعرق أو عن طريق تصريف السموم، عطلت بسبب ايش؟ ان الكلى الاساسيه لتصريف السموم اللي هي والكبد مسؤولين عن تصريف السموم فيها مشكله، فيقوم الغدد اللمفاويه تسكر عندك مصافيها، فتصير تبلش تطلع دمامل، وتبلش انه يصير عندك مشكله في الغدد اللمفاويه تسكر، اللي
على غدد هني ثورة تحت باطة في صدرها في الرحم في أماكن معينة، هذه معناه أن عندنا مشكلة في تصريف في الكلى. تمام؟ فإحنا الآن دورنا وشو؟ نبي نعالج. أنا اللي قلت لكم من أعراض، هذه نص الأعراض، في أعراض واجد للكلى الدكاترة ما يعرفونها، ما يقولون لكم عنها، ما يقول لك. He doesn't know أصلا، هو ما قراها ما تعلمها في الجامعة، هو تعلم إنه لو سوالك فحص بي وطلع عندك يوريك أسيد عالي أملاح، أو طلع عندك التهاب، أو طلع عندك كم دم في الكلى، معناها إنك أنت تبي تاخذ مضادات حيوية. هذا اللي أعرفه. أو يغسل لك الكلى، أو يشيلها، أو بدلوا له كلى، أو يحطوا له كلى. تمام؟ أنا بقول لكم جذر المشكلة من اللي تعلمته، هذا مو هو علمي، هذا العلم اللي تعلمته، مو أنا اللي مخترعته. جذر المشكلة إن إحنا شلون نشيل الطاقات اللي على الجسد عشان نحرر الخوف. فأنا اليوم جلستي أول شيء أعلمكم شلون ننظف الكلى من ناحية الجسد، ومن ثم شلون ننظف المخاوف من الناحية النفسية. لكن اليوم من الناحية الجسدية وش نحتاج؟ نحتاج مبدئيا شعير. شوفوا أنا هذا الشعير جبته، كنت جايبته معاي من بيروت آخر مرة كنت فيها. أنا ما استغنى، أنا يوميا أغلي قد حفنة كبيرة من هذا الشعير اللي بقشرة. لحظة بوريكم، كذا يكون بالقشر ماله. هذا الشعير لازم يكون شعير يعني شعير طبيعي، يعني مو GMO، مو بلاوي. زين، تاخذون حفنة كبيرة كبيرة وتحطونها بلتر ماي وتغلونه الين لون الماي يتغير، وتشربون يوميا لتر. من الاشياء الضروري لتنظيف الكلى ماي الشعير. الشعير هذا بطاقته بقشره، مو باللي تشرونه من السوبر ماركت يقول لك روح اشرب ماي شعير تنظف الكلى. هذه غباوه، هذاك غباوه لا تناقشوني فيها كلش. ها؟ ثانيا الزنجبيل الفريش. جيبون زنجبيل، وأتمنى تخدموني خدمة العمر إنكم ما تجيبون زنجبيل صيني، تكفون زنجبيل جينجر. أوكي، جيبون كيلو، تبرشونه برش، تغلون ماي. راح أنزل لكم الطريقة كمادات الزنجبيل، لكن ضروري اللي يسويها لك أو لك يكون حد يحبك، وحد ما يتعاطى كحول، حد ما ياكل واجد لحوم وحيوانات واشياء زي كذا، يعني قد ما يقدر انه شخص شوي نباتي يعني، او لحمه قليل، او اللحوم حقه قليله اللي ياكلها، بروتينات الحيوانيه، وحد نفسه طيبه، لان هذا علاج طاقي. اللي يسوي لكم لازم طاقته تكون طيبه عشان يسوي لكم. راح انزل لكم رابط كمادات الزنجبيل، ضروري بس في هذه الطريقه، طريقه مريم نور، لا تعتمدون اي طريقه ثانيه، هي الوحيده اللي صح. أبيكم أمانة الله ورسوله كل حد فيكم يدعي ويشكر الإنسانة اللي اسمها مريم نور، اللي من 30 سنة وأكثر تنادي في أمة العرب لكل اللي قاعد يحصل الآن، وحذرت منه وما صدقوها. هذه المرأة صاحبة العلوم اللي من لدن الله سبحانه وتعالى. أنا راح أنزل لكم الآن رابط، اسحبوا الرابط فوق، طريقة كمادات الزنجبيل للكلى، وشوفوها شلون تتكلم كيف أنت تنظف طاقة الكلى، أو تنظفين طاقة الكلى عشان تتخلصون من كل هذا وتحسون بالطاقة، وتحس أنك تبي تاكل الدنيا، وأنك مقبل على الحياة، وأنه ما في شيء يهمك، وأنك شجاع، وأن الدنيا كلها تحت أمرك. أبي هذا الشعور اللي تقولوا لي إياه اليومين اللي جاية، تقولوا لي شمس تحررنا. تمام؟ تسمعون مني كمادات الزنجبيل. الحين ارفعوا الرابط، معاكم رابط اليوتيوب. وأبي نسوي مبادرة أمانة، يعني أنا ما أبغى أسولف أنا شو أسوي. تمام؟ أبي مبادرة جميلة منكم لمريم نور، مريم اللي علمتني أنا كل اللي تعلمته في العالم صوب، واللي تعلمته من مريم نور صوب ثاني لا يقارن. يعني أنا يعتبر اللي تعلمته كله، لفيت الدنيا، أنا حمارة على فكرة، واللي تعلمته من مريم نور اللي لفيته في العالم 1%، من مريم نور 99%. فأبغى منكم مبادرة حلوة، أنزل لكم رقم تليفون، أي حد فيكم بإذن الله يحس بالتغيير يرسل لها تبرع أو صدقة
عشان نحسسها ان احنا حولها، عشان نحسسها ان الدنيا بخير، لان هي كبرت في العمر وما عندها حد يعيلها، وقاعدة في لبنان في جبل ما حولها حد وما في حد يساعدها. فأتمنى انها تحس ان هي قدمت وقاعدة تاخذ من اللي قدمته من محبة. أتمنى كرد معروف مني من أي إنسان فيكم راح يتعالج، لأن هذا العلاج والطريقة اللي أقولها لكم هي اللي جابتها. ما في حد قبلها تكلم عن موضوع فك التحرر طاقات الكلى والخوف قبل مريم نور، وللأسف أغلب طلابها واللي تعلموا منها واللي تملينوا وصاروا ما فيهم حد سأل فيها. ما أبغى أقول مرمية، أوكي؟ أتمنى أن تتواصلون معاها لو بكلمة يعني لو إحنا نحبك مريم، الله يوفقك مريم، شكرا مريم، تمام، لأن هي مسؤولة عن هذا العلم. الآن نكمل. قلنا الشعير وقلنا كمادات الزنجبيل اللي هي فقط مريم نور، لا تاخذونها من أي حد ثاني، لا يوجد حد يسويها مثل مريم نور، تمام. الشيء الثالث والمهم كمان في شيء اسمه الأزوكي بينز أو الأدوكي بينز، كل حد يسوي. نزلت لكم الآن بوست اللي هو الأزوكي أو شافي الكلى، بالإنجليش اسمه كدني بينز، يعني كدني بينز مع فاصوليا الكلى، تمام، أو شافي الكلى بالعربي، أو الأزوكي بينز اللي هي بالياباني. هذه تفك مجرى المثانة والكلى وتنظف كل بلاويها، لأنها تحتوي على هاي بوتاسيوم. هذه اللي ما يقدر يطلبها أونلاين من سوبر ماركت، مع أنها موجودة أونلاين، تمام، يقدر يجيب أي فاصوليا شبهها اللي تجي لونها أسود. كل ما كان لونها غامج أسود كل ما كان فيها بوتاسيوم أعلى. تنقعونها 3-4 ساعات بماء، تمام، إلى 4 إلى 5 ساعات، بعدين تكبون الماء تغسلونها، بعدين تحطونها على النار. كوباية الصغيرة، كوباية الفاصوليا الصغيرة تحطون لها 10 كوبايات ماء وتخلونها تغلي. أول ما تغلي تسكرون عليها وتوطون النار مدة 1.25 ساعة. فإحنا راح تاخذون زي ما قلت لكم الكوباية 1.25 ساعة، عليها 10 كوبايات ماء. أول شيء بس يغلي الماء تسكرون عليها وتخلونها 1.25 ساعة. راح أنزل لكم رابط، ممكن عبد الرحمن يسويها، تمام. عبد الرحمن من الناس المتخصصين ميكروبايوتك، كمان يسوي الفاصوليا، حبيبي وجه له تحية، يعلمكم طريقتها بعد، حتى ما تقولون شمس شلون وما شلون، وتبادلونها يوم الفاصوليا ويوم الشعير، يوم الفاصوليا ويوم الشعير، تخلصون لي يوميا يوم الفاصوليا يوم الشعير. لكن كل هذا إذا ما وقفتوا سكريات ومنتجات الحليب ومنتجات القمح ما راح يشتغل. أنا ماني ساحرة ولا مريم نور ساحرة ولا العلماء ساحرين. وتوقفون كل حيوان يخاف، يعني أي حيوان لما يتعرض للذبح يخاف وقفوه. يعني مثلا السمك ما عندك مشكلة فيه، المنتجات البحرية عدا الجمبري، الروبيان أو الجمبري طاقة شكله كذا مسوي، طاقة خضوع، ذل، خوف، ابتعدوا عنه. وهو يعتبر خنزير البحر الروبيان، اللي ما يدري الروبيان ترى هو المكنسة، نفس الخنزير في البحر له خنزير هو الروبيان، ياكل كل زبالة البحر، تمام، معروف. ما تقربون على الروبيان، خليكم على المأكولات البحرية الفترة اللي جاية، وارفعوا نسبة اليود. الحين بالنسبة للسبلمنت راح أنزل لكم. ابتعدوا عن الخروف، ابتعدوا عن الدجاج بالذات، كله حمام، الحمام يطير، الحمام ما عنده طاقة خوف. اللي يحب ياكل بروتين شوي في الأسبوع مرة مرتين، لا تكثرون بروتين حيواني أيا كان، بين الأسماك والحمام بس. الباقين ممنوع تاخذ لي أي حيوانات ثانية، لأنه بخلصك من طاقة الخوف اللي ساكنة جسمك، تمام. توقفون كل الزيوت المهدرجة، السكريات، منتجات الحليب، منتجات القمح. والحين نزلت لكم طريقة عبد الرحمن شلون يسوي الأزوكي. أبغى أقوم أصلي وأرجع أكمل لكم. نزلت لكم طريقة عبد الرحمن ياباني. والآن نجي على الميزو سوب. الميزو اللي هو يسمى التلبينة النبوية، بس بطريقة
يابانية. تمام. الميزو سوب راح انزل لكم كمان. انا هذا ميزو تو جو، يعني اخذه عندي الميزو العجينة اللي اجلس اسويه واشتغل عليه يوميا، تاخذونه 3 مرات في اليوم. هو بكتيريا حية، هو في مليارات من البكتيريا الحية، وكمان هو غذاء للبكتيريا الحية اللي داخلك، عشان يساعدك انك تحارب الامراض حتى النفسية. شلون؟ لان التلبينة النبوية الرسول عليه الصلاة والسلام لما ستنا عائشة جت قالت لنا في جارهم صار عندهم عزا، توفى حد منهم، قام قال لها اصنعي لهم التلبينة فإنها مفرحة للقلوب. إذن إيش دخل تلبينة نبوية؟ إيش دخل مخمرات تفرح قلوب؟ شنو الحزن اللي هم فيه؟ إيش دخله في إنه إذن زي ما نزلت لكم البوست عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تصرف مع ستنا عائشة. إذا الحين تقول إحنا إيش دخل الشعير أو الميزو في إن ناس عندهم عزا قال لها اصنعي لأنه يذهب ببعض الحزن. إذن الأشياء اللي ناكلها لها ارتباط، يعني هذه في الطب النبوي للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أصدق منك يا محمد. لها الشيء اللي ناكله له ارتباط بطاقتنا. يعني إذا أنا كنت حاسب حالة حزن أو حالة خوف أو حالة غضب، في شيء في الطبيعة أقدر آكله ينهي لي هذه الحالة أو يخفف لي منها، ومن ضمنها ومن أساسياتها الشعير. تمام. إذا الميزو سوب راح أنزل لكم، تقدرون تطلبون أونلاين ميزو سوب. أوكي، مو ضروري تجيبونه نفس هذا، هو يجي عجينة يعني بيستو جاهزة، وراح أنزل لكم رابط عبد الرحمن شلون يسوي الميزو سوب، تاخذونها 3 مرات في اليوم بعد الأكل. هذا الآن الحين أنزل لكم رابط عبد الرحمن شلون يسوي شوربة الميزو، تاخذونها 3 مرات في اليوم، قد كذا تاخذون كوباية الشاي، يا قبل الأكل دايركت يا بعد الأكل دايركت، 3 مرات في اليوم. تساعد جدا في تحرر طاقة الكلى. احنا قاعدين نقول كل ما حررنا طاقة الكلى، كل ما نظفناها، كل ما راحت مخاوفنا، كل ما طاقتنا وقبالنا على الحياة تشد. كل ما أرجع أقول أنا ليش يوم كنت صغير عندي طاقة والآن ما عندي طاقة. تمام. وأبيكم تبلغوني في النتائج. ومن ضمن الأشياء المهمة جدا